محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، مؤكدا على جاهزية الفريق للموسم الجديد، وموجها رسالة حاسمة للجماهير حول طموحات الفريق وتحديات المرحلة القادمة. أعرب الشناوي عن ارتياحه التام لسير المعسكر، واصفا الأجواء بأنها مثالية للغاية بفضل الهدوء والتركيز الذي يوفره المكان، وشددوا على رغبة جميع اللاعبين في الاستفادة من كل دقيقة من فترة الأعداد، مشيرا إلى أن الاهتمام كبير بالنواحي البدنية والفنية على حد سواء، خاصة وأن المدير الفني الجديد هوزيه ريبيرو يسعى لتطبيق رؤيته الخاصة وخططه المتطورة، بما في ذلك استخدام تقنيات حديثة في تدريبات حراس المرمى. وفي حديثه عن الموسم القادم أكد الشناوي أنه يحمل تحديات عديدة، وأبدى سعادته ببدء بطولة الدوري في شهر أغسطس، معتبرا أن تحديد أجندة الموسم أمر إيجابي يتيح للجهاز الفني وضع خطة أعداد دقيقة. وأوضح أن المنافسة في الدوري المصري ستكون أكثر صعوبة بسبب التدعيمات القوية التي قامت بها معظم الأندية، مؤكدا أن الأهلي لديه دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات من خلال التحضير الجيد واحترام جميع المنافسين. تطرق كابتن الفريق إلى الفلسفة التي تحكم النادي، قائلا أن الأهلي اعتاد على وجود كوكبة من الأسماء الكبيرة، وأن الجميع يعمل وفقا لنظام النادي وضوابطه الصارمة. وأضاف أن اللاعبين يدركون جيدا الضغوط المصاحبة للوجود في ناد بحجم الأهلي، وأن جمهور القلعة الحمراء لا يقبل إلا بالرقم واحد. وشددوا على أن مجموعة اللاعبين الحاليين تتمتع بعقلية احترافية ولا تفكر إلا في تحقيق الألقاب لإسعاد الجماهير. وعن دوره كقائد للفريق أكد الشناوي أن الاحترام المتبادل هو السائد بين الجميع، وأن دوره الأساسي هو دعم اللاعبين داخل الملعب، بالإضافة إلى احتواء أي أمور قد تطرأ بحكم حمله شارة القيادة. ورحب باللاعبين الجدد، مؤكدا أنهم يحظون بالدعم الكامل من الجميع لتسهيل عملية تأقلمهم وانسجامهم. وفي رسالة مؤثرة أشار إلى أن رحيل بعض اللاعبين أصحاب الخبرة هو سنة الحياة، ولكن الأهلي دائما بمن حضر، مؤكدا أن الفريق سيبقى قويا بوجود لاعبين جدد يعملون بنفس الروح القتالية من أجل مصلحة الفريق.